أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي. نكمل مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الأولى. هنتكلم بقى هنا على الحضارات القديمة اللي قامت في أفريقيا اعتمادا على نهر النيل. خلي بالك أصلا عوامل قيام الحضارات إيه؟ الحضارات دايما بتقوم لو في مصدر للمياه العذبة تروح قايمة، ولو في موقع متوسط مثلا ده معانا مناخ معتدل، كل ده بيساعد على قيام الحضارات. في ثروات طبيعية نقدر نستغلها، فتلاقي كل ده ما كان موجود في الحضارات اللي قامت على نهر النيل. وعايزين نعرف التواصل ما بينهم. اول حضاره عندي الحضاره المصريه القديمه اللي كانت هنا، الحضاره الفرعونيه، الحضاره المصريه القديمه. بص في شمال افريقيا، شمال شرق افريقيا، شمال حوض النيل، دي قامت في شمال شرق افريقيا. نهر النيل بالنسبه لها كان مورد رئيسي عشان تنشا الحضاره دي. فبنلاقي المصري القديم استقر على ضفاف نهر النيل، هو قاعد على ضفاف نهر النيل. واصلا الحضاره المصريه الفرعونيه قامت على الزراعه واستئناس الحيوانات على ضفاف نهر النيل، كنا بنربي البقر والجاموس على نهر النيل، وقايمين على الزراعه على ضفاف نهر النيل. واستطاع اللي هو ينشأ القرى والأقاليم لغاية ما قامت الوحدة. فاكر انت لما خدتها قبل كده في الابتدائي؟ قرى، وبعد القرى مدن، وبعد المدن أقاليم، وبعد كده الوحدة الأولى، وبعدين قسمنا للشمال وجنوب، بعد كده عملنا الوحدة بتاعت مينا. تمام؟ الحضارة المصرية دي كانت متقدمة في كل المجالات بقى، سواء التعليم أو الفنون أو العمارة أو الأدب أو العلوم، وعملنا مشروعات اقتصادية كتير جدا. المصريين القدماء كانوا عايزين يوطدوا علاقات تجاريه مع كل الحضارات المجاوره ليهم، يعني هتلاقينا عملنا علاقات تجاريه مع فينيقيا مثلا، عملنا مع كوش، عملنا مع حضاره اكسوم، عملنا مع حضاره قرطاج، عملنا علاقات تجاريه مع كل الحضارات المجاوره ليهم، زي حضاره كوش مثلا وحضاره بلاد بونت. الاثنين دول اثرت الحضارات المصريه القديمه على كل الحضارات اللي حوالينا. تعال نبدا كده نتكلم عن حضاره كوش. كوش انت فاكر احنا قلنا فين؟ الكوشيين دول كانوا عاملين دوله عظيمه قوي اسمها مملكه كوش. كوش دي كانت موجوده فين؟ في السودان، في شمال السودان تحديدا. تمام؟ حول نهر النيل. كانت بدايتها متمركزه في حته اسمها نبته، وبعدين راحت مروي. يبقى هي كانت مكمله من نبته لمروي. عمل اهلها في ايه؟ في التجاره، فكانوا مشهورين بتجاره العاج. عارف العاج؟ اللي هو الحاجه بتاعت الفيل دي، السنه بتاعت الفيل الطويله دي، والبخور والحديد والذهب. وكان لها مراكز تجاريه وعملت علاقات تجاريه مع مصر شمالا ومملكه اكسوم شرقا. الناس بتوع السودان دول كانوا بيعملوا علاقات تجاريه مع مصر فين؟ في الشمال، واكسوم في الشرق. دي العلاقات التجاريه اللي كانت موجوده عندهم. وكانوا شغالين في الزراعه والتعدين. والكوشيين كان عندهم رسم ونحت وعمار. طب الكوشيين تأثروا في مصر ازاي؟ ابص الاقي الكوشيين لما تأثروا في مصر، تأثروا في مصر بشويه حاجات كده، زي التماثيل. نحت التماثيل كانوا متأثرين بيه في مصر. بناء المعابد والاهرامات. فبلاقي مروي مثلا اليونسكو عملتها موقع للتراث العالمي سنه 2011. كان عندهم في بعض العبادات اللي موجوده في مصر راحت لهم هناك، زي عباده الاله مين؟ الاله امون. طب عبدوا حاجه تانية غير الاله امون؟ اوزوريس. يبقى عبدوا امون وايه؟ واوزوريس وايزيس. كل ده جنب المعبودات بتاعتهم. يعني هم شافوا المصريين ما عبدوا امون واوزوريس واوزيس، نقلت ليهم جنب المعبودات بتاعتهم. هو بحط لكم صوره كده للاهرامات اللي موجوده في مروي، هتلاقيها شبه الاهرامات بتاعتنا، بس احنا اهراماتنا اضخم منها بكتير. يعني بالنسبه لنا كده جبنا مثلثات يعني. بلاش يا عم موضوع جبنا مثلثات دي عشان ما نقولش بنتنمر. الحضاره الثانيه اللي عندنا حضاره اكسوم. اكسوم دي قامت فين؟ قامت في شرق افريقيا، في اثيوبيا واليتريا. في اثيوبيا واليتريا حضاره اسمها اكسوم. اكسوم دي كان لها دور تجاري بارز هي كمان. كانت بمثابه مركز تجاري قوي وملتقى العديد من الطرق التجاريه. كانت التجاره بتاعتها قايمه على الذهب والعاج والعطور والتوابل، وكانت بتصدرها. اهتم الحضاره دي بالسكان اللي فيها في ايه؟ بالزراعه وتربيه الحيوانات. يا مستر ما هي سهله، ما هي مصر قايمه على نهر النيل الزراعه، كوشين قايمين على نهر النيل في الزراعه. فاكسوم اللي موجوده هنا كانت قايمه على الزراعه، لان انت يا مستر قلت لنا الحصه اللي فاتت اللي تربط اثيوبيا تربه خصبه، ودي ساعدت عليها على قيام الحضارات القديمه، كان فيها زراعه عليها حضارات قديمه. رابع حضاره عندي حضاره قرطاج. قرطاج دي في تونس. يعني لو مشينا كده في افريقيا شويه، لو عملنا كده مثلا خريطه صغيره لافريقيا وكملنا، ادي مصر، ليبيا، تونس. قرطاج هنا في تونس، هي الوحيده اللي بعيده عن نهر النيل على فكره. دي كانت ساحل افريقيا، ساحل شمال افريقيا، موجوده في تونس. مين اللي عملها؟ الفينيقيين. الفينيقيين ركز معايا كده، الفينيقيين هنا اصلا في الجنب ده كده، مشوا في البحر المتوسط لغايه ما عملوها في قرطاج في تونس. طب هم عاملينها ليه الفينيقيين؟ الفينيقيين عاملينها في قرطاج في تونس ليه؟ عشان يأمنوا رحلاتهم التجاريه البحريه من فينيقيا لاسبانيا. عشان لما نيجي نتحرك من فينيقيا نروح في اوروبا عند اسبانيا لازم اعدي على ايه؟ على قرطاج عشان اتحرك لاسبانيا. عايز امنها يعني زي محطه ليا كده، وامن المدن بتاعتي. ترتب ايه على الموقع الاستراتيجي بتاعها ده؟
لمدينه قرطاج انها في منتصف الطرق بين الشرق وغرب البحر المتوسط. يعني خلي بالك انت لو موجود هنا في مصر وعايز تروح عند غرب البحر المتوسط الناحيه التانيه عند المغرب مثلا، او عايز تطلع اوروبا، هي في النص، لازم تعدي عليها، لازم تقف عندها. ترتب على كده ان مدينه قرطاج مع مرور الوقت بقت مدينه قويه جدا، واستقلت عن فينيقيا وعملت مملكه مستقله لوحديها. انا عايز اقول لك ان حضاره فينيقيا اصلا سقطت وقرطاج كملت بعديها بشويه حلوين يعني. وحكمت قرطاج معظم ساحل شمال افريقيا مع بعض جزر البحر المتوسط. وعايز اقول لك على معلومه كده مهمه يعني، ولازم تفرق ما بيننا. الحضاره الفرعونيه في مصر، بص كده على الخريطه، الحضاره الفرعونيه في مصر، وحضاره كوش في السودان، وحضاره الاكسوم في اثيوبيا واريتريا، الثلاثه قايمين على نهر النيل وعلى الزراعه. انما حضاره قرطاجه دي بعيده عن نهر النيل خالص، وكانت قايمه على التجاره، بس كان عندها علاقه قويه بدول نهر النيل دي عن طريق التجاره برضه. كل حضاره من حضارات افريقيا دي كان ليها ما يميزها من الفنون والادب والمعمار. كل واحده ليها شكل في الاكل، وشكل في الملابس، وشكل في الحياه الثقافيه بتاعتها، وشكل البيوت، وشكل المباني. كل ده كان مختلف من كل حضاره عن التانيه. وكده ان شاء الله احنا خلصنا الدرس الثاني كده كله، الدرس الثالث كله ان شاء الله. انتظروني كده ان شاء الله الجمعه الجايه. يبقى احنا كده خدنا حصه يوم الجمعه اللي فاتت، وخدنا يوم الاثنين خلصنا الدرس. الجمعه الجايه احنا كده الواحده خلصانه، هطلع لايف ان شاء الله معاكم على التيك توك او على اليوتيوب، نحل اسئله الواجب بتاعت الدرس، واسمع اسئلتكم عن الدرس ده. اي حد مش عارف يحل اي حاجه، او في نقطه انت مش فاهمها، لا تسيب لي كومنت هشرحها لك. لما تحضر معايا اللايف هشرح للدرسين تاني في اللايف كده بالاسئله، بحصه تفاعليه جميله كده، ونحل مع بعض الاسئله. وشكرا.